على الجرامر. الجرامر بتاع الجزء الثاني من يونت 1 بيكلمني عن الباست كونتينوس تنس. احنا قلنا كل زمن عايز اعرف الايه، الفورم، التكوين بتاعه. كويس. عايز اعرف الايه، اليوسج، الاستخدام. عايز اعرف الكيوردز، كلمات الداله. وعايز اعرف الايه، النيجاتيف والكويشن. تمام. قال لي الماضي المستمر بستخدم عشان اقول ان في حدث كان مستمر في وقت محدد. فين؟ في الماضي. I was watching TV at 8 yesterday. طب لو قال لي yesterday بس استخدم ماضي بسيط. هتستخدم ماضي بسيط. التكوين بتاعك was were verb ing. ماشي. طبعا هيجي مع was I he she it والسنجلر. ده هيجي مع were we they you والبلورال. كلام لحد هنا ما فيهوش مشكله. متعاد كتير وعارفينه. He was playing games all day yesterday. They were playing games all day yesterday. هتعمل نيجاتيف، تحط نقطة بعد المساعد. المساعد اللي موجود عندك في الجمل المضارع الماضي المستمر هيبقى هوز او ايه، او راح تحط نقطة وخلاص، وهتكمل الفيرب واي ان جي. اي زمن فيه كلمة continuous او progressive مستمر هيبقى في تركيبه فيرب واي ان ايه، جي. لحد كده تمام. طيب هتيجي تعمل ايه سور نو كوشن، هتبدأ بوز وير والفيرب واي ان جي. خلص الموضوع. مساعد، فاعل، فاعل. المساعد بتاعك هيبقى ووز و، والفعل هيبقى فيرب واي ان جي. هتعمل هنا بيقول لك الباسيف المبني للمجهول، هتبدا بالمفعول ووز و بينج والتصريف الثالث، فالتركيبه دي تتحفظ. ماشي. يبقى هتحط الفيرب تو بي اللي هو ووز او وير. ماشي. والفيرب واي ان جي اللي هو بينج، ومعاك تصريف ثالث ثابت في كل تركيبات الباسيف. خلاص. كل تركيبات الباسيف انت معاك تصريف ثالث. وهتوزع، هتحط الفيرب تو بي ده في الزمن. يعني الزمن ده يبدا يكون ووز وير، وفيرب اي ان جي هتقول ووز وير، والفيرب تو بي هتحط عليه اي ان جي. ازاي؟ هتجيب بالبي المصدر وتحط اي ان جي. كده تمام. ماشي. عايز تعمل باسيف لمضارع بسيط، هتجيب الفيرب تو بي في المضارع البسيط ايز وام وايز وار وتحط تصريف تاني. في الماضي البسيط هتجيب الفيرب تو بي في الماضي البسيط ووز وير والتصريف التاني. سهله. طيب هنا في كلمات دالة على الزمن. معايا وايل، معايا وين، معايا از اللي هي اصلا بتساوي وايل، معايا just as اللي هي برضو بتساوي as، معايا all day او all night. بستخدمه ليه؟ قال لي to show that an action was in progress at certain time in the past، في وقت محدد في الماضي. يعني at 6 الساعة 6 بالظبط امبارح ايه اللي كان بيحصل؟ I was ايه؟ eating breakfast. ادي استخدام التاني عشان اقول ان فعل كان شغال. ادي التايم لاين بتاعك اهو. وانا عندي هنا ناو، وفعل كان شغال، وفعل قطعه. يبقى اللي كان شغال ده ماضي مستمر، واللي قطعه ماضي بسيط. خلاص. يبقى علا was cooking when the telephone rang. يبقى هي كانت بتطبخ والتليفون رن فوقفت عشان ترد على التليفون. عشان اوصف فعلين. طب افرض ادي تايم لاين اهو، هنا هكتب تايم لاين. افرض الفعلين ماشيين مع بعض مفيش حاجه قطعتها، مفيش مشكله. فعلين ماشيين مع بعض مفيش حاجه قطعت حاجه، يبقى ماضي مستمر وماضي مستمر. في مشكله؟ تمام. يبقى I was reading a book while my sister was listening to music. الروابط بتاعتك while as just as when عادي ممكن يجي بعديهم ماضي مستمر وماضي بسيط. يعني بينما انا كنت بلعب الجيم الدنيا شتت خلاص وقفنا. طيب ممكن تحطها في النص عادي مفيش مشكله، بعدها ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط. التليفون رانج while we were while he was studying his lesson. ادي فعلين ماشيين في نفس الوقت، ما في مش هيجرى حاجه. as I was studying وانا بذاكر دروسي، اختي كانت بتتفرج على التلفزيون، انا في اوضه وهي في اوضه والدنيا ماشيه زي الفل. ممكن تحط الحاجه دي في النص مفيش مشكله. he was eating his food just as mom was ironing his clothes. خلاص كده. طيب انا هعمل ايه ده واجب. طيب اللقطه هنا يا جماعه مش في اللي احنا قلناه كله. اللي احنا قلناه ده العادي. ده ليه؟ ده العادي. اللقطة هنا يا جماعة يبقى تخلي بالك من الشواذ بتاع القاعدة، لأن هو ده اللي بيستهلك فيه في الامتحان. إيه بقى؟ قال لك while when ممكن يجي بعدين verb ing. يعني while playing أثناء اللعب، أو when arriving while playing he fell down أثناء اللعب هو وقع. when arriving I had I had a shower. خلاص كده؟ طيب during بعدها noun، وon بيجي بعدها noun أو verb ing. يبقى during my stay in England I learned English.
On seeing the police the thief ran away. On seeing يعني ايه؟ بمجرد اول ما شافه طلع ايه؟ طلع يجري. يبقى دول الايه؟ قواعد اللي لازم تحفظهم. لابد ان يكون فاعل الجمله الاولى نفسه فاعل الجمله الثانيه عند استخدام ايه؟ when او while زائد الفيرب اي ان جي. يعني ايه؟ يعني while cooking هالة burned her hand. اثناء هي ما بتطبخ ايدها اتحرقت. الفاعل في الجملتين هالة. انما لما اجي اقول while playing it rained ما تنفعش. خلي بالك من دي مهمه قوي. يبقى عشان اقول while when وبعدين فيرب اي ان جي لازم يكون الفاعل في الجملتين ايه؟ واحد. اتغير ده فاعل وده فاعل يبقى ما تستخدمش التركيبه دي. هتقول ايه بقى؟ حط الفاعل في الجمله عادي وخد ماضي مستمر while he was playing مثلا it rained الدنيا شتت. ايه كمان؟ قال لي ممكن استخدم الماضي المستمر مع all لو جت بمعنى طوال يعني وجي بعدها مده زمنيه. يعني I was watching television all day yesterday حاجه خدت وقت في الماضي طول الوقت ايه؟ امبارح. He was studying all night. He studied all night. ماشي؟ بص معايا. في فرق هنا في المثالين. التركيز هنا ممكن اقول he was studying all night. تركيز هنا على الايه؟ على الديوريشن. ديوريشن يعني ايه؟ يعني الفترة اللي هو ان هو المدة ان هو طول الليل بيذاكر. انما لما اقول ايه؟ he studied all night تركيز هنا على ايه؟ على اكتمال الفعل نفسه. ماشي؟ خلاص؟ افعال دي لازم تتكتب نص صفحة واشوفها المرة الجاية وتتحفظ. ليه؟ لان الافعال دي مش هتيجي خلاص كده في الماضي المستمر. هتستخدم بسيط بس. حتى لو انت جيت لقيت علامات ماضي مستمر. افعال الحواس سي وهير وسميل وتيست وتاتش وفيل. لاف افعال العاطفه لاف ولايك وهيت وديسلايك وبريفير. افعال التفكير understand وفورجيت وريمبر ونو وريمايند. التملك او اون possess have belong want. ماشي. افعال الشعور والادراك والحواس زي ما قلنا. ماشي. When my teacher was revising I heard لما كان انا بيراجع انا I heard some noise. ممكن استخدمها مستمرة لو جت بمعنى تاني. يعني have بمعنى التملك يمتلك ما ينفعش اجيبها مستمر. طب افرض have جت بمعنى ياكل ما انا ممكن اقول he is having lunch عادي مفيش مشكلة خدها مستمر. يعني while I was having lunch the door bell ايه rang. have هنا ما اتغير معناها. خلاص. ممكن استخدم الماضي البسيط عشان اقول ان في حدث في الماضي لم يذكر وقت حدوثه ولكن معروف كمعلومه انه تم في الماضي بسميه الماضي البديهي. انا ممكن في الماضي لو انا قلت حاجه حصلت في الماضي بدون تحديد وقت انا بستخدم لها المضارع التام. المضارع الايه؟ التام. بس انا ممكن ما حددش الوقت واستخدم ماضي بسيط. امتى؟ في حاله اسمها بيسموها الماضي البديهي ان حاجه معروف بديهيا انها حصلت في الماضي. زي ان التشاينيز built the Great Wall of China to stop the enemy's attacks. ان اللي هي لا هنا بيكلمك في نقطة محددة اللي هو الماضي البسيط. ممكن استخدمه من غير كلمة تدل عليه لان انا لو ما حددتش الوقت اللي حصل فيه في الماضي انا بستخدم مضارع تاني. طب امتى بستخدم الماضي البسيط من غير ما احدد وقت؟ لما يبقى الماضي بديهي حاجة بديهية. بقول لك مثلا ايه الصينيين بنوا سور الصين العظيم. ما في شك في الموضوع ده بديهي. تو ايه السبب كان عشان ايه تو ستوب ذا انيميز اتاكس اللي هو عشان يوقفوا هجمات الايه الاعداء. عندك وايل معاه حرف جر يبقى ده مهم يا جماعه. بتساوي وايل سبجكت وبعدين الفيرب تو بي وبعدين حرف الجر. ازاي الكلام ده؟ قال لك وايل اون هوليداي اثناء ما كنا في اجازه بتساوي وايل اي ووز اون هوليداي. اي هاد جريت ايه طيب خلي بالك من الايه من القواعد الشاذه. while on holiday بتساوي while I was on ايه holiday. while طبعا while studying my lessons. طيب افرض مجهول بقى هتقول while being والتصريف التالي while being repaired اثناء ما كان
يعني while my car was being repaired. فانت هتقول while being repaired، اثناء العربيه ما كانت ايه بتتصلح. سي شي my car exploded يعني انفجرت العربيه. خلاص كده. طيب في تركيبه تانية ممكن استخدم الماضي البسيط مع التعبيرات دي، ولكن المعنى هيكون مضارع. it's high time او it's time. would rather فاعل ماضي بسيط، وsuppose والفاعل وماضي بسيط. it's time I traveled abroad. يعني حان وقت السفر للخارج. suppose you found، خلي بالك من دي. suppose you ايه you found. افترض ان انت لقيت in the street. what would you do؟ I would rather you left the car key before going out. كنت افضل انك تسيب مفتاح العربية قبل ما تخرج. ماشي. لو وجدت كلمة دالة على الماضي، يعني لو جه مع would مع I wish و I would rather ماضي بسيط، هترجع للماضي اللي التام، هترجع للماضي الايه التام اللي هو ابعد منه. يبقى مع الكلمات دي لو معاك مضارع، يعني هو مثلا I would rather you left. تمام. لو لقيت كلمة دالة على الماضي في الجملة هتروح للماضي التام. يعني I would rather I had traveled، انا عندي اجوه دي كلمة دالة على الماضي البسيط، فانت خد ايه ماضي تام. I wish I had attended the party yesterday. ماشي. عندك wish to المصدر. I would rather مصدر. it's time to المصدر. التعبيرات اللي فاتت دي لو ما جاش بعدها فاعل هتبقى القاعدة زي ما هي. wish to المصدر، would rather مصدر، it's time to المصدر. it's time to travel. I wish to ايه to attend. تمام. I visited him yesterday. I didn't visit him yesterday. ماشي. I did visit him، يعني خلي بالك ممكن did تيجي للتأكيد مع جملة مثبتة للتأكيد. do does و did ممكن تيجي مع جملة مثبتة للإيه؟ للتأكيد. خلاص؟ عندي كلمة for، كلمة دالة على زمن المضارع الإيه؟ التام. بس ممكن أستخدمها مع الماضي البسيط لو ما يدل على إيه؟ انتهاء الحدث. يعني my father worked for إيه؟ his company for 20 years. Now دلوقتي he has his own company. تمام؟ أخيرا أستخدم am is are do does مع used to. used to be careless but now he isn't. didn't used to be active but now he is. he didn't used to ديت لم يعتاد ان هو ينام بدري but now he ايه he does. he used to study hard، اعتاد ان هو يذاكر كويس but now he ايه he doesn't. خلاص كده. طيب انا هحل ده واجب، وجزء اللانجوج ايه هاخده ايه هاخده واجب، واحل على 3 و4. ماشي. هقف لحد هنا.